بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. اليوم ستكون حلقة خاصة في لقاء خاص مع ضيف عزيز وقامة من القامات العلمية وقائد من القيادات الإريترية. سيكون الحديث معه إن شاء الله ماتعا ممتعا. سنخوض في سيرته الذاتية، وسوف نتعلم من خلال جهده واجتهاده ومن خلال ما حصله بفضل الله سبحانه وتعالى من رتب في الوظائف، وما حصله أيضا قبل ذلك من العلم والتعليم. إنه المهندس الأستاذ محمد جمع أري. فباسمكم جميعا نحيي هذه الشخصية المباركة، وسوف نخوض إن شاء الله في سيرته العطرة، وكيف حصل على المناصب الطيبة، وكيف حصل قبل ذلك على الدراسة، وما هي حياته، وما الدروس التي نستفيد من خلال سيرته العطرة، وكيف ممكن أن نكون نحن كذلك من القيادات ومن الموجهين ومن المربيين في هذه الحياة. لا أريد أن أطيل على مسامعكم بمثل هذه المقدمة. أنتم قد تعودتم منا أحيانا نأتي لكم ببعض الضيوف من أجل أن نرفع همم الشباب ونرفع همم الشابات أن العلم هو الأول، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع درجة العلم والعلماء، سواء كانوا علماء شرعيين، وهو لا شك العلم الشرعي له مكانته، أو كانوا علماء أكاديميين تجريبيين، فإن الله سبحانه وتعالى مدح الجميع فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا شك هناك فرق كبير. ولذلك هذه الأمم لا ترتفع ولا تتقدم إلا بالعلم، وهي أول آية نزلت في كتاب الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أهلا وسهلا أستاذ محمد جمع. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير على المقدمة، يديك العافية إن شاء الله. حياكم الله. نحن بصراحة سعداء جدا بهذا اللقاء بكم، وسمعنا عنكم وسمعنا منكم أيضا الكثير حقيقة مما يجعلنا نفخر أمثالكم. بارك الله فيكم. في مطلع حديثنا نريد أن نسمع من شخصكم الكريم المولد والنشأة. جزاك الله خير. أولا أقول السلام عليكم، وعبر قناتكم هذه السلام عليكم، أسلم على كل مشاهديكم إن شاء الله. هذه صدفة مباركة، طريقة صدفة جمعتنا بكم، والحمد لله على هذه الفرصة أن أجلس أمامكم وأتحدث لمشاهديكم عبركم إن شاء الله. أنا من أولاد كرن. طفولتي بدأت في كرن، لكن كبرت وترعرعت في السودان. جميل. وتعلمت في السودان. جميل. أين الولادة؟ كرن. في كرن. أيوة. تمام. من أولاد كرن. وذهبت إلى السودان متى؟ السودان ذهبنا في السبعينات، مع الناس كلها طلعت في السبعينات. في السبعينات طلعت. كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ أتوقع عمري يكون احتمال 13 14. كان عمري صغير. وقتها المدارس قفلت وكان خوف على الشباب. تذكر أنه الحكومة حكومة هيلة سلاسي انقلبت وحكومة جديدة جاءت، وكان في فوضى في البلد، فالوالد خاف علي، فقال له روح للأهل في السودان. وهو كان بسيط، ليس له شبكات اتصالات وليس له أموال، كان شخص بسيط جدا، فلم يتمكن من إعطاء نقود ولا رسالة واسطة، فقط أوصاني وصيتين ولم أنساهم من تلك الزمن. أوصاني أن لا أترك صلاتي. يا سلام. وأن لا أتوقف عن التعليم مهما كان. يا سلام. شوف، هو كان بإمكانه. أوصاك بالصلاة أن تحافظ عليها والتعليم. والتعليم. والله العظيم هذا ما قالوا.
ما لم يقل لي ولا شيء ولم يعطيني فلس واحد لأنه لم يكن عنده. الله. واليوم هذا كان في خوف البلد العساكر متوزعين فيه، وهو كان متواعد مع زميل له عشان يخرجوا عيالهم سويا، والزميل لم يظهر، فالوالد لم يقدر يرجع لأنه الجيش في كل مكان. فواصلنا إلى سلسلة الجبال، وفي قمة الجبل قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوف طريقك، شوف كيف توصل السودان. الله. وهو رجع إلى كرم. إلى كرم بالليل، وكنا نمشي على أنوار القمر، وأخذنا طريق غير الطريق المعتاد لنتفادى العساكر. شوف، حياتي كلها أنا عشت في الغرب، فاللغة الإنجليزية تغلب علي، لم أتعلم العربية في حياتي. عجبا. لم أتعلم اللغة العربية في حياتي، فكلامي حيكون متلعثم ومتلخبط. لا بأس لا بأس. واحتمال مثلا أميل إلى العربي السوداني لأنه دي لهجة الكبيرة كبرت عليها. نعم. لكن أغلب على الإنجليزي، فأحاول أنا أسحب من الإنجليزي أكثر إلى لا بأس. إلى العربي المكسر يعني إن شاء الله. كلامك واضح عربي ونحن مستمتعين. يديك العافية. نعم. فمنها في قمة الجبل نحن نمنا الليلة، هو نام معايا الليلة، نمنا الليلة على سطح الجبل، ولما صحينا لقينا أنه إحنا كنا نايمين في مقابر. ودعينا وصلينا الفجر، فهو رجع. يعني لما أقول لك الليل ده قبيل الفجر، يعني ما تشوف بعيد، وكان في ضباب، فهو رجع وأنا رحت. قدامي لقيت مجموعة زيي لكن أخوان برضو هاربين، بس لهم مكان رايحين له، فأنا رحت وياهم. قصة طويلة. هذه معاناة مشاهدينا الكرام على الشعب الإريتري، سبحان الله، كيف خرج من بلاده وكيف الله المستعان. قصة طويلة فأختصرها لك. مكثت شهر في القرى المجاورة بينه وبين كرن الجبل. جميل. قصة طويلة أنه أفتش حد يودينا السودان، فلقيت في النهاية يعني تجار، فهم يروحوا برجلهم من دواحي كرن إلى بركة، ثم يستأجروا الجمال من بركة فيروحوا على حدود السودان يجيبوا البضائع. فأنا رحت معاهم، على حظنا أن الجمال فاضية لما تروح بدون بضائع، فركبنا على الجمال. أنا ما متعود أركب جمال، فأتذكر أنا وقعت من الجمال. لما يجي على وادي صغير الجمل البعير يجري. أيوة. فوقت أنا طحت. الله. وسبحان الله، إن شاء الله ما تكسرت ولا. ما هذا اللي كنت أقول لك إياه. أحلنا يقولوا اللي يقع من الحمار يجي له درر، اللي يقع من البعير ما يجي له جرر. عجيب. هكذا يقول البعير مبارك، والله أعلم. المهم وصلنا السودان في الحدود، ما أذكر أي قرية، لكن احتمال والشريفين، والله أعلم وين هي. لكن ما حبيت البلد، كان في غبار سموم. والقرية اللي تعشينا فيها ادونا ما يسمى عصيدة لكن بالزيت. مرضت. الله. أول دخلت السودان كده مرضت، يعني أكل ما متعود عليه، ناس ما متعود عليهم. وبعدها ركبنا اللواري وسافرنا في الغبار، يعني ما أشوف أنا فين رايح. سموم السودان معروف، يعني سموم يعني لما يقفل الغبار صعب جدا. سموها الكتاحة. الكتاحة، جزاك الله خير. دخلنا كسل هكذا. فهذه بالنسبة لي زي ما يقولوا فيرست امبريشن، اللي هذه الوهلة الأولى في البلاد ما حبيتها، أنا تعبت. جلست أسبوع في كسلة، كان في عمي وداني قال لي أنت هنا ما حتنفع، وداني الخرطوم وسلمني لواحد كان موجود هناك، قال له شوف صرف معاه. الله المستعان. فهو قال له أنا إيش أسوي لك؟ ما عندك أهل، ما عندك حاجة، ما عندك فلوس، يعني اسكن معانا هنا، غرفة فاضية ما فيها شيء، هو عنده سرير فيها وخلاص، حطوا له سرير بجنبه. بعدين قال لي شوف، هذول اللي يجوا من أريتريا يروحوا مكتب الأمم المتحدة، تعال أوديك هناك شوف. ورحنا هناك، صرفوا لنا 5 ريال، نص جنيه كانت المصاريف اليومية. جميل. نص جنيه هذا تعيش عليها، وعشنا عليها الحمد لله. بس طبعا أنا في همي أنه عندي وصية. همي ما هو بس دخول السودان وخلاص، لأنه أهلي كلهم يعني مزارعين، ناس فقراء، ناس بسطاء على حدود السودان، ما عندهم شيء. همي كان التعليم، فحاولت أتعلم. وقتها التعليم بالإنجليزي كان في مدرسة كامبوني في الخرطوم. مدرسة كامبوني هذه تديرها الكنيسة الكاثوليكية. جميل. وحاولت عليها ولم يقبلوني. فلم يقبلوا هم، يعني بسبب ما لم أقبل. لم تقبل. أيوه.
وبعدها عملت عشان اعيش. يعني عملت في مكتب، واحد كان مسافر فقال لي تعال امسك في محلي في بوتيك يبيعوا احذيه وملابس وما الى ذلك للزباين. جميل. وانا لم ابيع ولم اشتري قبل كذا، وكنت مضحكه يعني، حتى العربي حقي ما عربي سوداني، يعني عربي ركيك وما بعرف الكلام، كنت مضحكه وقتها. حتى صاحب المحل يرسلني. طبعا تجيد اللغه التجري. تقري وتقرينيا كل اللغات الارتيليه بجيدها، لانه كرن ما شاء الله كله يتكلموا كل اللغات. تمام. وهذه طبعا لم ندرسها في المدرسه، لكن في الشارع في البيت. في الشارع موجود تقرينيا وتقري. تمام. تقرينيا وتقرا كنا نتكلم وبلين. ايوه. وتعلمنا في المدارس حقهم كمان امحرنيا. جميل. كل هذا كله موجود. المهم ما همني هذا، يعني المعامله كانت سيئه، لكن الحمد لله احنا حامدين انه نحن عايشين في البلد وشغالين. مرت الزمن وانا لم اكن راضي بهذا الوضع، لانه ما يفيدني بشيء. وجدت شغل في شركه تصدير واستيراد، فكنت مراسل للشركه، يعني اورد الفلوس، اجيب الفلوس الشركات، اجمع من الزباين، انظف المكتب، استقبل الضيوف وما الى ذلك. في الفتره هذه كان في نفس العماره معهد يعلم الطبع على الآلة الكاتبه. جميل. فانا اشتغل مراسل فضاوه وعندي وقت كثير. اخذت معهم الدراسات، اطبع على الآلة الكاتبه عربي وانجليزي. يا سلام. ما اخذت مني كثير، يعني تعلمتها بسرعه. ممتاز. وهكذا الزمن مره. بعد فتره مدرسه اللاجئين فتحت، لانه انا تعليمي اساسي كان بالانجليزي في البدايه بالانجليزي. كم كان وقت تعلمك الآلة كاتبة عمرك؟ عمري كان يمكن 14 احتمال 15. الله، صغير. صغير، لكن انا خلاص رجل متكامل. ما تنسى انا لما كنت شغال مع الشركه هذه كنت برسل نص مرتبي لاهلي. الله. والنص المرتب اعيش عليه في الشركة دي. في الشركه هذه. ومرتبي كان 15 جنيه وما تغير كم شهر، يعني ما تغير. 15 جنيه سوداني، نصها كانت تمشي لاهلي ونصها كنت بعيش عليه. الحياه كانت بسيطه. الله. مره بسيطه كانت. الله. حتى لما يجونا ضيوف كنا نكرمهم ونستضيفهم ما الى ذلك. الله. ده في سنة كم؟ الكلام هذا قول مثلا 74، نهايته دخلنا 74 75. 74 75. ايوه. جميل. جميل. طيب وبعدها؟ في الفترة هذه لقيت شغل ثاني في فندق، فكنت بشتغل مراسل بالنهار وفي المساء اشتغل في الفندق. طبعا انت اجدت الكتابة. اجدت الكتابة على الآلة. ايوه، بس ما عليه ما لها شغل، لأن هذه ستمر معنا بعدين ان شاء الله. ايوه. فما لقيت لها شغل وما اهتميت بها كثير. بالنسبة لي كانت انه انا استفيد من وقتي. اخذت الطباعة، اخذت شهادتين عربي وانجليزي وحطيتهم في جيبي. جميل. بعدها لقيت شغال مراسل في المكتب بالنهار وفي المساء الحين فاضي، فلقيت شغل ثاني في فندق اسمه فندق الصفير، في امباسادر هوتيل اسمه في شارع الحرية، كان في الخرطوم. في الخرطوم. ايه. فاشتغلنا هناك بالليل. كنت بدخل الشغل الساعة 10 وبطلع 6 صباحا. وارتاح شوية وبعدين ابدا شغل النهار. فكان يعني وضع متعب بالنسبة لي، بس مستفيد من وقتي كامل. في الفترة اللي أنا كنت شغال مع هذول برضو، في الفترة اللي يكون بين الشغلين كنت بدرس. شوف الكفاح. آلة مراسلة يعني اسمها. لحظة ما نمررها من غير كده، ما نعلق عليها. خير. أنت الآن مداوم من الساعة كم في الفندق؟ 10 الليل. 10 ليلا إلى 6 صباحا. إلى 6 صباحا. أيوه. طيب، يعني أنت طول الليل سهران. طول الليل سهران شغال في الريسبشن. وبعدين في الصباح ماذا تعمل؟ في الصباح بمشي الشغل الثاني. أنا أفطر شوية، أتروش كده أفطر وبعدين أمشي الشغل الثاني في حق المراسلة. ما تنام؟ بنام في سرقة، يعني أنت في الكرسي تكون نايم أو تستقبل ولا العمود وتنوم، لكن ما هو نوم مشبع. أسوأ فترة هي بين 10 و6 صباحا. هذه أسوأ شغل. صعب. يعني في الناس بتشتغل، أي شركات عندها 3 دوام 8 8 8. أسوأ فترة هي الفترة هذه، لو الواحد يتجاوزها. يعني الفترة الصباحية والفترة المسائية ما هي مشكلة، لغاية الساعة 10 بالليل 11 بالليل ما هي مشكلة. ما هي مشكلة، لكن فترة الليل صعب. حتى تؤثر على الصحة. طبعا. فأنا الفترة اللي بعد ما أطلع من الشغل، أطلع الساعة 3 مثلا، الساعة 4 من الشغل نطلع، ما نطلع 4، غالبا 2 3 نطلع من الشغل المراسلة، المكاتب تقفل. هذه رسالة يا جماعة للشباب اللي يعني يقضي وقته كله نايم في البيت، وتؤكله أمه وتشربه أخته تداوم مع الأسف وهو نايم،
فإذا سئلت لماذا لا تعمل يقول لك ما لقيت شغل، يقول لك ما لقيت شغل، ما حصلت شغل، وينام فترات وبالليل يسهر مع الشباب وتأكل أمه وأخته. اسمع إلى هذه الجهود، الناس تشتغل بالليل الساعة 10 وتنام قليلا في الصباح ثم تنطلق لعمل آخر. الله المستعان. عشان أكمل لك، أنا حرجع في النقطة هذه كمان عشان أكمل لك. الفترة هذه اللي بعد ما أخلص شغل النهار عشان أروح بيتنا بعيد بالنهار، فبترتاح في المكتب شوية في الكرسي. بس الفترة هذه كنت بتعلم فيها في آلة تواصل اسمها تيلكس. هذه كانت موجودة قبل الفاكس. الكبار اللي تيلكس في سني هذول يعرفوها. هذه تطلع شريط فيها أخرام كثيرة، وتشيل الشريط وتركبه في مكنة ثانية، وبرسل لك الرسالة. تيلكس معروفة. أيوة، في التيلكس هذه كنت بتدربها في بسطة أم درمان. بروح بسطة أم درمان واتدرب هناك وأخذت شهادة تيلكس. يا سلام. هذول كلهم أنا تيلكس عمري ما استخدمتها ولا اشتغلت بها نهائي. المهم بالنسبة لي هي كان حاجة أتعلمها، عندي وقت وعندي الفلوس تعلمتها وخلاص انتهى الموضوع كده. ما طولنا في الموضوع هذا كثير. المدرسة بتاعت الأمم المتحدة هي كانت مدعومة من UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees، لكن تسمى باليونسكو، فتحت في كسلة. جميل. فعمي قال لي شوف أصحابك اللي جو من هناك بيدرسوا قاعدين، هذه يسجلوا قاعدين، إيه رأيك تسجل معاهم؟ قلت له طيب بسجل. جيت وسجلت معهم. هذا نحن دخلنا المدرسة هذه الصف العاشر ودرست فيها 11 و12. هذا في كسلة. وهم جزاهم الله خير من قام على إقامة المدرسة هذه. أقاموها الأريتريين، ما كانت هبة من أي حد، أقاموها ناس متعلمين أريتريين هبة، ولا ليس لهم فيها لا جمل ولا ناقة. يا سلام. ولا حتى عيالهم ما فيها. تحية عطرة لهم. تحية عطرة لهم والله. تحية عطرة لهم من بارك هذا الله المقام الذين أقاموا مدارس اليونسكو هذه وعلموا لنا قياداتنا وأساتذتنا، فجزاهم الله عنا خيرا. ما شاء الله. الشعب الإريتري كافح وعمل. شكرا والله ترفع لكم القبعة. ايوه، هذا اللي مات منهم ربنا يرحمه، الحي الله اعلم من منهم حي كبار هذول كلهم يعني اتفاوضوا. طيب عشان الوقت بس، هنا درست فيها سنة كم وكم؟ 10 11 و12. هذا من انا خلصت 80 فارجع 3 سنين، يعني يقول 77 78 79 80 خلصنا نحن. خلصت المرحلة الثانوية. تمام. فيها في عام 80. جميل. في 80 بعد ما خلصنا، شوف الفكرة وقتها لما كنا نتعلم ما عندنا هدف كيف نجيد الشيء اللي في يدنا، هو ده الهدف الأساسي. ما عندنا رايحين فين وحتكون ايش ما في ولا شيء. جميل. تعليم موجود، تعلمنا. 80 خلصت ورحنا الخرطوم. طبعا تعليم باللغة الإنجليزية، كله باللغة الإنجليزية كان. والشهادة الامتحان كان تجينا اسمها GCE General Certificate of Education، تجينا من لندن، جامعة أكسفورد ترعى الشهادات هذه، لأنه ما قدرنا نتجاوز الشهادة السودانية. حتى بالإنجليزي ما قدرنا لأنه تعليم مختلف تماما. فأسهل لنا نمشي بالGCE وتفتح لنا أبواب عالمية، لأنه GCE تساوي مع ثانويات كثيرة في العالم. جميل جميل. فامتحنا GCE. فالمفارقة كان المدرسة المعروفة في السودان في اللغة الإنجليزية كانت الكمبوني هذه، يدرسوا فيها أولاد المتمكنين وأولاد السفراء وما إلى ذلك. فبالمقارنة لهم كان نفس الامتحان جلسوا معانا، ونحن جايين من مدرسة اللاجئين في كسلة. الدفعة الأولى ما أنجزت كثير لأنه كانوا الوضع تعبان جدا. نحن الدفعة الثانية كنا. في الدفعة الثانية أحرزنا الدرجات العليا ما شاء الله، حدث ولا حرج. يا سلام. في كل المواد. يا سلام. فهم استغربوا، قالوا كيف أنتم جايين من كسلة أنا آسف، لا بس، وتحرزوا المواد هذه كلها بهذا المستوى. خليها على الصامت أحسن. أيوة نسينا نذكرك. صمت. أيوة. فيقولوا كيف أنتم حرزتوا هذا وأنتم جايين من معسكر، ما كان معسكر لكن من مدرسة ما لها مكان. المدرسة هذه كانت بالأريتريين للأريتريين، ما كان عندنا حاجة ثاني، ما كان عندنا كتب. على سبيل المثال في اللغة الكيميائية كان عندنا كتاب واحد ل50 طالب، فيتداولوا هذول الكتب، وعند لك وقتك يعني لما يجي لك تمشي. درسنا بهكذا. المدرسين حتى ما عندهم مواد. جميل. طيب تخرجت بعد ذلك
رحلتك التعليمية الكبرى. الكبرى رحنا الخرطوم وما عندنا أي أمل لأي شيء، ما عارفين إيش نسوي. هدفي كان في الحياة لما كنت بدرس في كسلة، طبعا ما كان عندي أماكن أتعلم عليها، حتى نور زي الناس ما عندنا. كنت أنا بذاكر في الشارع، كنت الله. والعيال يكسروا مني اللمبة بتاع الشارع فأرحل شارع آخر، حتى أمشي حي آخر. قصة طويلة هذه، معاناة، لكن وقتها ما تحس بها، هذا الشباب يعني. بس حتى الآن أنا بحاول أتذكر إيش كان الدافع، ليش أنا كنت مسجود للتعليم هكذا. يعني نحن ما كنا نكتفي بالشيء اللي أمامنا، كنا نقرأ ونقرأ ونقرأ، كان عندنا لهفة. والشيء اللي يجي أمامنا، الشيء اللي ندرسه، كنا ندرسه من كل النواحي. كنا ثلاثة طلاب ما شاء الله، يعني احنا الثلاثة ما شاء الله. مين؟ هذول كان صاحبي صلاح حسناي. صلاح حسناي ومسقنا أبرهة. مسقنا أبرهة وأنا ثالثهم. وأنت ثالث. فنحن في الثانوية. أين هم الآن؟ تذكرهم أحياء أموات؟ أحياء ما شاء الله. أحياء. مسقنا هو طبيب في مستشفى محاربي أمريكا، فيترانس هوسبيتال. وصلاح هو هاجر إلى أمريكا، إلى أستراليا، وهو بروفيسور في جامعة بترول ومعادن. ما شاء الله. هو حضر الدكتوراه في أستراليا وما نفعت معه وذهب هناك، وأنا هو سائح في كندا. يا سلام. فكنا مسيطرين. هنا مشاهدي الأكارم لاحظوا كيف أصدقاء المهندس محمد جمع، أحدهم بروفيسور في البترول والمعادن، والثاني وإن كان نصرانيا إلا أنه أيضا صاحب يحب العلم، وهو الآن دكتور وطبيب في أي جامعة؟ دكتور وطبيب في مستشفى المحاربين الأمريكان. مستشفى المحاربين، مستشفى العسكري يعني. المستشفى العسكري يعني هو قامات. انظروا كيف يكون الصديق حينما يكون معينا لك على أن تصل لمرحلة. وحتى سعادة المهندس، حتى كلنا أصحاب، حتى الآن نحن أصحاب، وإلى الآن حتى إلى الآن كلنا أصحاب. وكنا مسيطرين على فكرة، ثلاثتنا كنا في الصف، في كل صف مسيطرين على الأول والثاني والثالث، الثلاثة. الحمد لله تتداولونها بينكم. تداولناها بيناتنا، بس إيش ما كان بيناتنا سباق، مع أنه في الامتحان كل واحد يكون عايز أحسن من الثاني. بس في المذاكرة نذاكر مع بعض. يا سلام. في الخرطوم مسقنا هذا نفس الشيء، صاحبي هو جينا ويقول لي أنا ما عندي شيء، فشغلته معي في الفندق. طبعا من هنا نحيي ما دام هم أحياء البروفيسور صلاح حسناي، نحييك من هذا المنبر، ومسقنا أبرهة أيضا نحييك من هذا المنبر، ونرفع لكم القبعة تحية واحتراما. بارك الله فيك، يديك العافية. فمسقنا كان شغال معي في الفندق، فمرة جاني قال لي شوف جماعة الصليب الأحمر عندهم فرصة أنه ممكن تذهب إلى أمريكا، فأنا سجلت وحروح، أنت لازم تسجل معي. فأنا قلت له أنا ما أقدر، على حسب علمي وقتها ما كنت بعرف شيء. قلت له أنا ما أقدر، أنا لي أخواني معي كانوا موجودين أجوا بعدي إلى السودان ما عندهم شيء، وأهلي والدي ما عنده شيء، فأنا لازم أشتغل وأعيشهم وحتعلم كمان في نفس الوقت. فهمي كل إيش، إذا رحت السعودية كان بإمكاني أتعلم وأشتغل. في حلمي كله كان يعني أبسط شيء أنه ألقى غرفة لوحدي أسكن فيها، ويكون عندي لمبة أذاكر فيها، والدنيا تكون بخير، لأنه ما كان عندي الأشياء هذه في السودان سبحان الله. ما كان عندك لمبة تذاكر فيها؟ ما كان عندي. وتذاكر في الشارع على لمبة الحكومة. أيوة، حتى الجاز اللي كنا نشتريه وسموها اللمبة هذه، تعمل فيها وخيط وطلع نور تذاكر فيها. الناس الأهل اللي كنت معهم بسطهم يشوفوها أنه هي كانت صرف، الليل كله يكون مولع، يقول لك طفي ما عندنا غيرها خلاص. مرتبنا كان برضو، أنا قلت لك مرتبي في الخرطوم لما كنت شغال 15 جنيه، مرتبنا في كسلة كطلبة أمم المتحدة قررت لنا 15 جنيه. 15 جنيه هذا قسم على 3، ثلث الناس اللي ساكن أنا معاهم، ثلث يمشي لأهلي وثلث أنا أعيش فيه. هذا خير، في خير وبركة الحمد لله. المهم نرجع للخرطوم، فمسكنا سجل وراح إلى أمريكا. إلى أمريكا تمام. ونبذة بسيطة عنه، هو كان يعني عائلة تبنته كلاجئ، عائلة تبنته ويعيش معهم، بس ما يقدروا يتكفلوه تعليمه وما إلى ذلك غالبا. فهو كان يعمل في المزارع في الحصاد وما إلى ذلك، يدخل شوية فلوس وتعلم، دخل كلية الطب وتخرج منها. أنا فضلت في الخرطوم ما عندي أي عمل. المهم بالنهاية قصة طويلة وكيف حصلت، دخلت عمرة
إلى السعودية. يعني صغير أنا وقتها، وحتى حصل لاوزوا مني لما جيت عمرة وأنا صغير في المطار، كادوا يرجعوني، ما رجعت. المهم دخلت السعودية. في السعودية إيش أسوي؟ فتشنا شغل بشركات كبيرة عايزين يوظفوني، بس ما عندي إقامة. فالشركات تقول نبي، والموظفين يقولوا لا هذا ما عنده إقامة وداخل غير رسمي وما إلى ذلك، ما يقدر يشتغل، لازم يدخل رسمي يعني. المهم ما أطيل عليك، لقيت فرصة أشتغل مع شركة جندرانات يعني بيرحلوا. حصلت لهم صدفة وما إلى ذلك، أنا وجيت عندهم وقالوا لي اشتغل، واشتغلت معهم. جميل. في المكان هذا قال لي يا أخي أنت أبقى معي، أنا أطلع لك استخدام تروح وتجي رسمي وخليك جالس عندي. قلت له لا أنا أبغى أتعلم. في أي مدينة؟ في أي مدينة؟ في جدة. في جدة. جميل. فهو يقول له أنت مغفل، أعطي لك فلوس أنا تعيش زي الملك، إيش بعد ما تخرج إيش حتسوي؟ فقلت له ما يهم، أنا قلت له يعني همي أنه أتعلم. المهم أعطاني عشان ما يمسكوني في الشارع، أعطاني شقة في نفس العمارة ومكتبي في نفس المكان في نفس المستوى. عشت في الفترة هذه. في الفترة هذه قدمت، كنت بكلم أي حد من أهلي يجوا أعرفهم، عارف أنا أبغى أتعلم كيف أقدم على الجامعات السعودية هنا. كثير منهم ما يعرف. قابلت واحد كان مدرس زمان، هو قال لي أنا في الدمام أقدم لك على جامعة بترول المعادن. قلت له خير، وهذا صورة من شهاداتي. فراح قالوا لي يا أخي ما في مشكلة، إذا كان هو سوداني فما يصلح، لازم يجب الطرق الرسمية. إذا كان هو إريتري يجيب لنا ورقة من المكتب أنه هو إريتري. أيامها مكتب إيش كان موجود؟ جبهة كان موجود، كلهم جبهة وقوات التحرير كمان موجودين كانوا. تمام. وأنا بس الجبهة رحت لهم عشان يدوني ورقة فقط يشهدوا لي. هم قالوا تعال بالطرق الرسمية، وقطع الأوراق قدامي ورماها. يا الله. ما أبغى أقول لك اسمه مين هو وقتها. فقلت له ايش الطرق الرسميه؟ قال لي لا تعال فلان الفلان فيه وتقدم عنده. انا قلت لك هذا انا جيت المكتب، هذا هو المكتب. المهم ما صلحت هذه، وقال لي اطلع باب. طلعت فكلمت، كان في واحد من اعمامي موجود، كلمته قلت له حصل لي كذا، وزعل هو. وهذا طبعا خطأ. المفترض انهم ما يقطعون اوراقك، المفترض ما هذا كله جهل. هو جهل. يعني طالب يطلب العلم، المفترض يكون القائد يعني يستقبل الطلبة باحترام وتقدير، وإذا كان في إمكانية نظاما أن يساعده فبها، ما عنده يرده ردا حسنا. بس وقولوا للناس حسنا. أما تقطع أوراقه هذا جهل غلط. استنيت يوم كامل مستنيه، وبعد بأول دخلته هو سوالي كذا. المهم يعني الدنيا أظلمت قدامي. الله. شوف احنا الآن بنلاحظ العقبات اللي بتواجهك وإصرارك على طلب العلم. سبحان الله. نعم. أيوة. فكلمته وقال لي تعال يا أخي أنا أوديك مكتب تاني في حق الإريتريين هنا. وقتها كان قوات التحرير عندهم مكتب صغير في باب مكة في جدة. جميل. رحت له، الله يرحمه ويغفر له، اسمه أبو الحسن فكاك. أبو الحسن فكاك. نعم. أيوة. فقلت ايش اسوي لك انا؟ قال قلت له يا اخي انا عايز حد يقدم لي شهاداتي. بالمناسبة الحسن فكاك ايضا هو الذي ساعدني انا ايضا، بارك الله فيك، في التسجيل، وساعد غيري من ما شاء الله كثير. وكان ياخذ اوراقي رحمه الله الى وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية، لما اوقفت وزارة المعارف تعليم الاجانب او انها ضيقت عليهم بعض الشيء، ثم بعد ذلك سمح طبعا في المملكة العربية السعودية للاجانب، لكن في فترتنا كان هناك في عقبات. فكان هذا الرجل يأخذ ملفي وملفات بعض الطلاب ويذهب بها إلى وزارة المعارف ويخدمنا، فرحمة الله عليه الأستاذ حسن فكاك، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين آمين آمين. هو أيضا خدمك يعني؟ خدمني والله، خدمني. هو كان يهتم بالتعليم. ففي الأول قال لي شوف أنت الآن حسنة من حسناته، بارك الله، أخذ الأوراق وراح قدم، ما يعرف أنت أين وصلت الآن. هذه هي اللي الشيء الخير اللي تسويه مداه بعيد. مدى بعيد. اي والله. فقصة طويلة. أخذ الأوراق لا كملها. أيوة. هو قال لي أنت مع مين كنت تتعامل هنا مع المكاتب، تمشي مكاتب الإريتريين؟ قلت له يا أخي ناس الجبهة أنا ما بعرف حد ثاني. قال له روح ناس الجبهة يخدموك. قلت له الجبهة سووا لي كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي يا ابني أنا، قال لي ما أضمن لك ولا شيء ولا عندي أي سلطة، بس أوراقك هذه بقدمها لك. قلت له خير قدم لي هذا. وبالمناسبة كان في كمان زميل وأخ لي، قلت له ممكن تقدم حقه كمان مع حقي. فقال لي أنا طيب نحتاج صورة، وزميلك هذا ما موجود، ما من جينا نجيب صورته.
زمان كشباب كنا ناخذ صور اصحابنا في جيوبنا في المحفظات كنا نمسكها. سبحان الله. فقلت له عندي هذه، فقال لي ما مشكله نطلع منها صوره، والاثنين قبلنا. الله اكبر. مع الزمن وانا مكفول في وين الشقه. رفع لكم؟ كمل في اي جامعه قدم؟ فانا مكفول في الشقه هذيك، شغال في شركه الجندرانات. اتصل بي يوم قال لي قريت الجرايد، قلت له ما والله ما عندي جرايد، ما اروح اي مكان، انا قاعد مكفول هنا. فقال لي انت قبلت في جامعتين، جامعه الرياض وجده. جده اي جامعه؟ جامعه الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز. ايوه. والرياض وقتها كانت رياض، بعدين بقى جامعه الملك الخالد، بعدين غيرت الى جامعه الملك سعود. جامعه الملك سعود. ايوه، هذا اللي في الدرعيه صارت بعدين، كانت في العليا زمان. فقال لي انت اي واحد، اي واحد منهم تبي؟ قلت له انا الرياض. والسبب انه في جده اهالينا كلهم هناك موجودين يلعبوا حفلات وعزومات وما الى ذلك، ما حبيت التهي. الرياض شويه بعيده من الناس، مع انهم قله موجودين فيها لكن قله. وفعلا الدرعيه كانت برا الرياض. جميل. المهم درسنا في الجامعه، فدرسونا كليه العلوم، دخلونا كليه العلوم. يعني اول ما قبلت في كليه العلوم. ايوه. جميل. كليه العلوم كانت بالعربي، سمستر يعني بمشقه. انا تكلمت مع البروفيسورات قلت لهم انا ما افقه في العربي كثير فحتعب. هم يقول لي خلاص نترجم لك، فما يترجموا، حتى اكثرهم ما يعرف انجليزي. جميل. يعني كانوا اغلبهم كانوا مصريين. إيه؟ فما نفع السمستر الاول، وعرفت انه لو كملت السمستر ولم اجد فيه درجه عاليه ايه يكون موضوع انتهى. فانا اسقطت السمستر، رحت وقلت لهم انا ما ابغى اكمل. وايش عايز؟ قلت لهم انا ابغى اروح كليه الطب. ويضحكوا علي. فالمهم موضوع طويل كيف عملت. يعني رحت لمدير الجامعه ومنعوني ادخل فيه، استنيته في موقف السياره يوم الصباح ودخلت معاه، وقال لي انت شايفك انت متابعني من الاول، لانه الحارس ما قدر يوقفني انا معاه. ودخلت معاه المكتب، والمكتب طبعا جناح كبير ما شاء الله في الجامعه. دخلت معاه وقال لي ايش مشكلتك؟ قلت له كذا وكذا وكذا، وانا دخلت كليه علوم. قال لي العلوم ايش فيها؟ قال لي نحن جبناك وديناك منحه ودخلناك الكليه وانت لسه عندك طلبات وتدلع علينا. قلت له والله بصراحه، قلت له ما عندي ولا شيء، لا اهل ولا مال ولا شيء اعتمد عليه. لو طلعت من كليه العلوم احتمال ما حلقى ولا شغل، حتى اكل نفسي خليك من اهلي. يعني ما ينفع ممكن السعوديه تصرف علي السنين هذه كلها وانا اجتهد كلها. وقتها طبعا نحن على حسب علمي كليه علوم ما كان عندنا لا مسامع. تحيه عطره للمملكه العربيه السعوديه. بارك الله فيك والله، جزاكم الله خير. ايوه. علمونا وفقهونا ودربوا عيالنا واولادنا، جزاهم الله خيرا. فانا وقتها شفت امكانياتي اكثر من هذا، فقلت له يا اخي انا ابغى كليه الطب. قال لي ضحك علي وقال لي كليه الطب ممنوع عليك. هذا قال لي فوق صلاحياتي، هذا قال لي الا امر ملكي، قال لي شبه مستحيل بالنسبه لك، كيف حتجيب هذا؟ قال لي هي مسموح فقط وقتها للسعوديين والخليجيين واليمنيين. جميل. كانت مكفوله على هذا. فقدمت على، قلت له طيب انا عايز كليه الهندسه، فضحك. قال لي ما تبغى علوم، تبغى تروح الطب، والطب لو ما تلقيته تروح الهندسه. قال لي على كيفك تختار. قلت له انا هدفي انه ابغى اتعلم شيء اقدر عليه عشان يفيدني بعدين. جميل. فالمهم قال لي كتب لي ورقه صغيره من اخذ من الطلبه وكتب عليها ينظر في امره. فرحت عماده الطلاب ختموها انه هي فعلا من المدير هي. رحت كليه الهندسه. كليه الهندسه قال لي يعني مشيت وجيت يعني كثير. دخلت في كليه الهندسه بتروكيميكال انجينيرنج اللي هي هندسه البتروكيماويات. جميل. وابرعت فيها. فمره من المرات كان في رحله الى المصفاه فمنعوني، قالوا انت اجنبي انت ما تروح. فلاحظت انت اجنبي انت ما تروح. قال هذه يعني اسرار اسرار الدوله فقط للسعوديين. اي فقط للسعوديين، الاجانب ما يمشون. ايوه، احتمال يكون مثلا عدم معرفه، يمكن جهل من اللي كان مسؤول وقتها، الله اعلم. بس قال لي انت ما تروح. فانا لاحظت انه لو واصلت كده كل البتروكيميكال الشركات الضخمه هذه كلها سريه، تعتبر سريه وتعتبر يعني ذات اهميه، ما مثل المباني اللي طوب وحجر في الشارع. فما حتعلم، يعني الشهاده هذه ما حتعلمها زي الناس وما حتنفع معي. جميل. فقدمت، رحت للعميد وقلت له انا حصل لي كده وعايز اروح كليه الهندسه المدنيه.
قال لي هندسه مدنيه مجنون انت، هندسه مدنيه حتى السعوديين ما لاقين، ما عندنا كراسي كفايه هندسه مدنيه، فما في لك طريقه. لماذا؟ لانه كان اقبال عليها اقبال عليها كبير، لان السعوديه مدنية. وقتها كانت تبني. هذا الكلام هذا في نهايه السبعينات، في بدايه الثمانينات. نعم، ايام الملك خالد رحمه الله. ايوه، كان اقبال كبير عليها، كل الطلبه يبغوا مهندسه مدنيه. جميل. فقال لي ما في لك طريقه. بعد ما تعبت قال لي شوف، خلص السمستر اللي انت فيه هذا وتجيب اقل حاجه بي بلس. اقل حاجه قال لي بي بلس، يعني اعجاز، وبعدين نشوف. حتى ما وعدني، قال لي بعدين نشوف. احرزت بي بلس وجيت. قال لي يا ابني ما في طريقه، مليانه الكليه وما في طريقه. المهم بعد مشاهدات السنه كملت، كنا في رمضان، لقيته في مكتبه يوم وجيت وقلت له يا اخي انا لسه مصر على. قال لي يا ابني 99.9% ما في لك طريقه، والله بهذا الحرف ما لك طريقه. وقلت له والله هذا من هذا العميد ايش؟ هذا كليه الهندسه. كلية الهندسة. أيوة. عميد كلية الهندسة. ايوه. نحييه من هنا. تعرف اسمه؟ والله ما اذكر اسمه، والله جزاه الله خير. اي نعم. ما اذكر اسمه. فهو قال لي الكلام هذا وخلاص، يعني قبل مني. فانا قلت له، كان قبيل الظهر، وقلت له الدنيا رمضان والمر لا يقرب من رحمه الله. انت قلت له تركت لي فاصل 1% وانا حتشبث به. الله. وانا قلت له مسافر جزاكم الله خير، ورحت منه ودعيت وقتها. يعني فعلا حسيت انه ظلمه، حسيت انه خلاص الابواب مسكره، لكن دعيت ورحت. سافرت لبلدي، مشينا السودان، رجعنا السودان، وبعد الاجازه بعد ما رجعت لقيت اسمي مكتوب على راس القائمه، كل الهندسه المدنيه. الله. يا اخي فرحت، كانه ما شاء الله، يعني حست بشيء كبير جدا. الله اكبر. فرحت في كلية الهندسة. كليه الهندسه. لكن كان في يعني كأنك ذكرت لي ذات مرة أنك مشيت إلى رئيس الجامعة أو كان لك موقف. هذا في الاول، ما هو قلت لك، ذكرت لك في الاول، يعني رحت الجامعه وقلت له ابغى كليه الطب، وقال لي ما لك طريقه. بعدين قلت له كليه الهندسه، فكتب له ورقه هذه صغيره، ومرينا وصلنا كليه الهندسه وهكذا. تمام. اختصرتها انت. اختصرت، ايوه. في كليه الهندسه المدنيه يعني همي كان انه اجيد، ودائما امر واشكر العميد. بس أنا كان ودي تذكر لنا كيف استطعت أن تصل لرئيس الجامعة. هذه وصول رئيس الجامعة ليس سهل. ما سهل. من الذي أوصلك أيوة. إلى رئيس الجامعة؟ الدكتور يعني أنا طالب جامعي. أيوة. أيضا. صح. الوصول إلى العميد صعب. أيوة. فكيف إلى رئيس الجامعة؟ هذه ما شاء الله، يعني الدكتور التركي طيب، مرة طيب، بس الوصول له صعب. حتى كان عنده ايام هو كان تركي؟ ما تركي هو. اسم العائله التركي. التركي. ايوه التركي. ايوه الدكتور كان اظن كان هو الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. والله ما اذكر الاسم الكامل، لكن اللي اذكره انه هو الدكتور التركي. ايوه. فكل ما اجي، هو كان عنده لقاء مع الطلبه، باب مفتوح كل يوم الثلاثاء، لكن العدد كبير والحديث في امور مثل هذه ما ينفع، صعبه. ايه. فحاولت اجي لوحدي، والحارس ما يدخلني. طبعا انا اجنبي افريقي صغير، يقول لي اطردني، دائما يطردني. فتعبت وما عندي امل ثاني، ما عندي اي وسيله اخرى. فيوم فكرت افتش وين هو يوقف، وحصلت مكان موقف السياره حقته، واستنيت هناك صباح الفجر ودخلت معاه. الله. فلما اجي معاه الحارس ما يجرؤ ويوقفني. الحمد لله. ايوه. فهو ما حاسي، بس ما كلمني وقتها، انا ما حاسس انه ماشي وراه، ما كلمني، ودخلنا الجناح حقه، يقفل الباب، الحارس برا. قال لي انا شفتك، قال لي انت متابعني من الاول، خير ان شاء الله، ايش في؟ وحكيت له القصه كلها. هو اللي كتب لك ورقه؟ هو ورقه صغيره عنده كده، اوراق مخطوطه بيضاء. ايه؟ اخذ منها واحده وكتب لي، قال لي شوف، يعني ينذر في امره، في كل بسيطه، وقع عليها. جميل. انا ما كنت عايز افوت ايوه الموقف ده، لانه يدل على الاصرار ويدل على الحرص ويدل على، يعني سبحان الله، موفق. هي الحمد لله، هي زي ما تقول مثلا الامر غالبا متروك لرب الخالق، الخالق الكون. سبحانه والله. نعم. ما عليك الا انت تعمل الجهد. نعم. تصر على انت اللي شيء. ما اول جهد، انت جاي بعد صلاه الفجر ومستنيه في السيارات، موقف السيارات، وتمشي معاه، هذا حقيقة يدل على الصدق ويدل على الإصرار، والحمد لله، والتوفيق بيد الله، والإلهام حتى من جميل. الخالق. دخلت أيوة. كلية الهندسة. كم سنة درست؟ 5 سنوات. 5 سنين. نحن من الدفعة الأولى اللي بدأت بها الدرعية. الدرعية جامعة الأرض كلها، جامعة الرياض كان زمان كانت موزعة كذا مكان. في الدرعية بنوها جديدة، نحن كنا أول دفعة،
سكن والكليات. جميل. جميلة، كانت ممتازة 5 سنين، وحرست الدرجة الثانية، امتياز درجة ثانية. امتياز درجة ثانية في كل هندسة مدنية. يا سلام يا سلام. اللي حصلت لي الطرفة أنه بعد ما تخرجت العمل انتهى الآن، ايه، فيجيك شيء من إحباط، ماذا بعد كذا؟ فما أعرف، لأنه أنت كمنحة لازم تخرج من البلد. حارجع أنا، حل الوحيد أنه أرجع السودان، وفي السودان ما عندي شيء. انت الان خريج هندسه، خريج كلية الهندسة. كليه هندسه تسمى المهندس محمد جمع علي. أيوة. جميل جميل. فما أقدر أشتغل في السعودية لأنه جاي منحة هندسه مدنيه طبعا. هندسة مدنية. جميل. والبلد ما شاء الله أبونا شغال، حتى من ضمن التدريس كان في تدريب، فترة تدريب أنه أنت تكون تتدرب في الموقع. واشتغلت الدائري الأول في مكة في الأنفاق. ايه، وكان فيها شركة تركية وقتها، يعني كنا نشتغل أشغال يعني جادة وقتها. يا سلام. فبعد ما تخرجت عميد كلية الهندسة وقتها، هذا حين هذا عميد ثاني، العميد الأول ما في. تحية عطرة للمملكة العربية السعودية. والله السعودية أشكرها من قلبي. أي والله. وكان بودي العربية وكان بودي أخدمها واشتغل فيها. أي والله. لكن طبعا أنت لما تجي منحة ما يشغلوك، لازم تطلع من البلد. جزاهم الله خيرا بلاد الحرمين الشريفين. تحية عطرة. تحية عطرة والله. ولما دخلنا، أنا عشان أقول لك قصة كمان، لما دخلنا الجامعة رحنا كلية عميد التسجيل، مسموه شنو هي؟ مادة التسجيل. المهم في التسجيل رحنا التسجيل، ووجدنا أنه جامعة الرياض فقط كانت تعطي 25 منحة سنويا. ما رأيك؟ 25 منحة سنويا، وهناك ناس يقولوا لك ما في منح وتعال بالطرق الرسمية ويقفل عليك الأبواب. 25 منحة سنويا كانت تحرق. الله المستعان. سبحان الله. الله المستعان. طيب كيف قصة هجرتك إلى كندا؟ هذه ما شاء الله، كان في مدرس أصله كندي وجنسيته أمريكي، كان بروفيسور في الجامعة وكان يدرسني، وأنا كنت من ضمن الطلبة المتفوقين، فيذكرني كويس. فشافني لأنه عميد الكلية وقتها رفض يعطيني شهادتي، وشغلني عنده سنة وسنة ونص تقريبا. لا، ب1000 ريال. رفض انه عرقل، مسك الشهادة. عجيب، ليش يا اخي؟ فقال لي تشتغل عندي. هو كان عنده يعني مشروع من هي الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كان عندها برنامج، هو كان من ضمنه كان عنده مشروع، وكنت يشغلني معه، وكنا نكتب أبحاث ونطلع أبحاث، وسبحان الله الأبحاث هذه اسمه ما يذكر فيها، كنا نكتبها مع أنا وكان في دكتور تركي أمريكي تركي كمان، كنا نشتغل مع بعض. المهم اشتغلت في الفترة هذه براتب 1000 ريال. 1000 ريال. كم سنة؟ والله اشتغلت سنة ونص ولا سنتين ما بعرف. الله الله الله. أنا تخرجت 87 إلى 89، بداية 89، تقريبا سنتين، أقل من سنتين شوية. تمام. وبعدين هذا يقول لي أنت مش تخرجت، إيش بتسوي هنا؟ ولا قلت له شوف وين أروح؟ ما عندي مكان أروح له، وهذا بيشغلني كذا. قال لي هذا الفلوس ما تنفعك. طيب أنت قال لي أحسن من كذا. قلت له إيش أسوي؟ قال لي يلا. خذني بسيارته ورحنا السفارة الكندية. هذا الاستاذ في الرياض، هذا المدرس. ايوه، دخلك الى سفاره كنديه. دخل معي وقال لهم هذا كذا هو. هم قالوا لي ما قاعد يتكلموا معي كثير، اعطوني ورقه صغيره، هذه الفولسكاب صغيره فيها بيانات شخصيه فقط، اسئله، عبيتها وخليتها معاهم ورحت. بعد كم شهر، 6 شهور 7 شهور تقريبا، كان شهر 12 بالميلادي، جانا تلكس. وفي المشروع اللي كنت شغال معه مع العميد هذا التركي، هذا موجود في المكتب حقه جات. فهو قال لي فورا ترجع. أنا وقتها كنت شغال في حدود اليمن في مشروع، وأرسل رسالة، طبعا ما في تلفونات الأيام هذيك، أرسل رسالة للفندق، والفندق أخبروني أنه أنت قالوا لك لازم ترجع عاجل. هذا الكلام هذا بالليل، أنا جيت من الصحراء جالس عندهم بالليل، قال لي ترجع فورا. قال لك الطيارة الفجر، هي مع صلاة الفجر أخذت الطيارة ورجعت الرياض. هو يقول له شوف جالك تلكس من كندا بيقول لك تدخل في خلال الأيام هذه أو تروح عنك الفرصة. فقلت له يا أخي أنا ما أقدر، أنا عندي عدة مدفونة في الصحراء وعندي عمال ما ممكن. قال لي أنت مجنون،
قلت له يا اخي بس قول لهم كده مدوا لي اياها 15 يوم. فكتب، فهم ردوا بسطر واحد: خذها او تدعي عنك. فقط. لانه بعدين فهمت انه هم عندهم كوتا في مثلا عندهم السنه، والكلام هذا شهر 12 في نهايه 12 زي الوقت هذا، فلازم انا ادخل كندا يعني في خلال بضعه ايام، تنتهي يوم 5 شهر 1. وتلك الفترة أصلا هو الدخول كندا سهل؟ ما سهل، لم يكن سهل. لم سهل. الله يسر لك هذا الرجال ودخلك في السفارة وأصلا ولا في بالي. حتى لما جات الرسالة ورحت لما جات الفيزا ورحت السفارة سألوني قالوا لي ليش عايز تمشي كندا؟ وقلت لهم أنا ليش لا؟ إيش بدايلي؟ لكن ليش لا كندا يعني؟ إيش المعنى؟ ما سألني سؤال آخر، وهكذا دخلت كندا. جميل. ما قلت له عايز أتعلم عايز لا ما دخلنا في المواضيع زي هذه. أنا قلت له ما عندي بدايل. جميل. لأنه وراه هو أنه أنا يعني متأهل، لكن يعني ما لاقي فرص. دخلنا كندا. وقتها أنت متزوج ولا لا زلت؟ لا أعزب ما عندي ولا شيء، كل قرشة. أنا عشان أقول لك في جامعة الرياض وأنا عندي منحة، كنت بشتغل 10 ساعات في الشهر زيادة، لأنه يسمح لك حتى 10 ساعات يسمح لك تشتغل، وكنت شغال في الجامعة. شغال في الجامعة لأنه لازم أصرف على أهلي كمان. يعني تدرس وتتعلم وفي نفس الوقت ترسل لأهلك. أرسل لأهلي لأنه هم معتمدين علي، ما عندهم شيء. يا سلام، همة عالية. أيوة، لأنه أخواني كمان لحقوا، لأن الرتلة بقت ما تنفع وكلهم تلموا مع الأهل. ما شاء الله. فأخواني صغار يعني ما عندهم شيء. وتخرجت من جامعة الملك سعود بامتياز الحمد لله. يا سلام. يوم يعني تخرجت تشتغل من هنا وتعمل من هنا وبدراسة عالية أيضا. الحمد لله، وربنا وفقنا. يوم التخرج الشهادات تعطى فقط للذين لديهم الامتياز، ما تعطى لكل خريج. جميل. يعني بيد الأمير. فأنا ما رحت، ما حضرت. الله. لأنه حسيت أنه ما عندي حد يفرح لي. سبحان الله. إيش الفائدة أنه أنا ألبس البشت وأمشي وأوقف الصف وأسلم على الأمير وما عندي حد أتصور معه ولا أفرح له ولا شيء؟ وقتها أنا نسيت أصحابي اللي درسوا معي السعوديين وغير السعوديين، نسيت أنه السورة لها أهمية، ما جاء في بالي. رحت أنا كنت في سموها شنو الحمام، نتغدى في مطعم. فلما رجعت في المساء أصحابي السعوديين زعلوا علي. إيش فيك أنت؟ قال يعني أنا ما كنت عارف أنه هم بيتونسوا مع أهلهم يعني عنك أنت. عني. وفي واحد اسمه محمد جميع وساكن معنا وما إلى ذلك، ما كنت عارف الكلام هذا، ما توقعت. هم قالوا أبويا يبغى يقابلك، أخواني يبغى يقابلك، وين كنت أنت؟ قلت لهم والله شوفوا أنا ما أحس. زعلوا جاد. وأسوأ من هذا لما رجعت السودان الوالد سألني، ما سألني عن الشهادة، قال لي فين صورك؟ الله، صورة تخرج. أيوة. مع سمو الأمير. أيوة. مين كان أمير يومتها؟ والله ما أذكر، طال الزمن، الكلام هذا 40 سنة. أعتقد أنه الملك سلمان، الآن الملك سلمان في تلك الفترة هو كان ل40 سنة أمير. أيوة هو طول، هو كان أمير الرياض. لا أمير بس الرياض. هل هو اللي حضر التخرج ولا أو لا غيره؟ الله ما بعرف. طيب تمام. فزعل هو حسيت يعني وشه سقط. الله. فحسيت بالأسف في قلبي. الله. هو اللي وساني أتعلم وما إلى ذلك. السورة ما جبت له. وهذا مهم جدا مهم. يعني إدخال الفرحة والسرور على الوالدين. أيوة. بطاعتهم، ويعني أيضا يعني إشراكهم في الفرحة مهم جدا. والصور حقيقة تعطي وتعكس حقيقة الفرحة وكذا. والآن الوالد رغم أنه شاف الشهادة لكن عايز يفخر بابنه، عايز يفخر ويسعد، فكان لكن حقيقة إن شاء الله في غيرها تكون بشرته إن شاء الله. وهم كمان تحملوا، كان بإمكاني أنا أترك الدراسة وأشتغل عشان هم يعيشوا في نعيم، لكن هم حسوا أنه لازم أدرس، أنا لازم أتعلم، فتحمل يعني كانوا عايشين بالبسيط. صحيح. فتخرجك ليس لنفسك، نعم، بل هو لأبويك وإخوانك وإريتريا جميعا. نعم حقيقة. نعم. حتى لنا إحنا نعم. نفخر بك ونفخر بكل يعني متخرج باذل ومهتم. الحمد لله رب العالمين. فمرت الأيام وهكذا أنا هاجرت، يعني الشخص هذا دخلني السفارة وطلعت لي الفيزا وهاجرت إلى كندا. لما وصلت كندا نزلت في منطقة اسمها هاملتون بجوار تورونتو، مسافة ساعة. تمام. وقتها كان في كساد اقتصادي رهيب في كندا.
كل شيء بتوقف، ما في أعمال. يعني شركات يعني سنة كم هذا كان؟ سنة 89. أنت هاجرت سنة 89. يناير الشهر الأول سنة 89. سبحان الله. نعم، زمان والله. يا قديم جدا. يعني كان في كساد يعني بيذكر حتى الآن كساد. فجيت، فاللي قوتي إيش هي؟ أنا أعرف أطبع. فلما سألت أخواننا إريتريين سودانيين، يا جماعة أنا أعرف أطبع، فيضحكوا علي يقول لك طباعة هنا البنات، يعني ما رجال ايش يسووا بك تطبع؟ وفي النهاية ما في شغل. فرحت، وقتها ما كان في كمبيوترات لسه على فكرة. نحن أول كمبيوتر 89 قديم. تعرضنا على أيام صخر، كمبيوترات صخر. أيوة. فتعرضنا عليه اللي يسموه ماين فريم المركزي في جامعة الرياض، كان موجود، لكن البي سي ما كان موجود لسه. فرحت المكتبة في هاملتون في المول، مكتبة كبيرة موجودة، كنت بستأجر منهم مكنة الطباعة بربع ريال، بدفع ربع ريال للساعة. وكنت بكتب رسائل طلب العمل، يا سلام، الرزومي ورسالة وما إلى ذلك، وبرسلها. أرسلت 200 رسالة ل 200 شركة أبحث عن العمل. يا سلام. وكنت محتفظ بها في ملف. 200 رسالة 200 شركة 200 شركة. شوف الهمة. فكلهم يقولوا أيوة أنت مؤهل، الوضع سيء، حنحتفظ بالمعلوماتك لكن الوضع الآن سيء. المرحلة التالية بالنسبة لي كان هدفي الأساسي كان أنه أتعلم، أزيد على علمي، لأنه العلم اللي تعلمته في السعودية أي هو مهم جدا ويعني يؤهلني، بس أنا في بلد غريب لا أعرف عاداته ولا أعرف أسلوبه. فكان عندي همة أصلا أنه أتعلم في كندا عشان أعرف المجتمع من الداخل. جميل. وفي نفس الوقت أخذ لي شهادة ثانية تعتبر زي ما تقول يعني القطاع الكيك. احنا باقي معنا 7 دقائق. طيب. عايزين نختصر أنك تعلمت الهندسة مرة أخرى أيضا. عملت فيها ماجستير في هندسة ثانية اللي هي هندسة البيئة. هندسة البيئة. أنا جيت بهندسة مدنية. جميل. عملت ماجستير في هندسة بيئة. جميل. بيئة كان وقتها جديدة لسه. تعلمت مرة أخرى. مرة أخرى. كم سنة؟ 2 هي كانت المفروض تكون 24 شهر، أنا خلصتها في 20 شهر. جميل. أيوة. 2 تعلمتها. تعلمت. جميل. بعدها العمل. البلد فيه كساد، ما في شغل. المهم قصة طويلة، وجدت شغل وبديت بأرخص إيجار. وقتها كانوا المواطنين بنفس تخصصك عملته؟ هندسة مدنية وهندسة بيئة مع بعض. هذه كان الترغيب، ودخلت معاهم. الموظف الجديد الأبيض المحلي بيستأجروه ب50,000 وقتها، أنا دخلت ب35,000 بأقل. أيوة. وأنا معايا ماجستير ومعايا خبرة اللي اشتغلتها في السعودية وما إلى ذلك. أي نعم. الفكرة إيش كانت؟ أنه أنا يكون عندي موضع قدم في أي مكان شركة، لأنه الشركات يبغون مو تعليم فقط، خبرة كمان. جميل. فأنا ما عندي خبرة، أنا اكتسب خبرة. بعد سنة قدمت للرخصة لممارسة الهندسة في كندا في الترخيص، وفي خلال 2 أخذت الرخصة. هذا لها كمان تدريب وما إلى ذلك. جميل. بعد ما أخذت الرخصة قلت لهم طيب أنا معي رخصة دحين وعندي 2 خبرة، أبغى مرتب أحسن. وزادوا مرتبي وقالوا لي أيوة اجلس خليك مال. المهم اترقيت، اشتغلت مع شركة هذا 10 سنين، وصرت من أصحاب لي نسبة في الشركة. جميل. بعد 10 سنين تركتهم، قلت لهم خلاص يعني شبه مليت، ظروفي تغيرت وما إلى ذلك. فوجدت شغل عند الحكومة. يعني واحد اللي كان يعرفني سمع أنه أنا قدمت استقالتي في الشركة هذه وقال لي تعال اشتغل معنا في الحكومة. أيوة. فقلت له يا أخي أنا وصلت مرحلة من اليأس، عايز أخذ إجازة أمشي السودان، أقعد في السودان أروق وأجي تحت الشجرة أفكر إيش أسوي. قال لي شوف تعال وقع عندي، أدخل اشتغل شهر بعدين نديك إجازة تروح. قلت له طيب اتفقنا. شوف التسهيلات أيضا ربنا يسهلها ما شاء الله. الحمد لله. فاشتغلت 5 سنين يعني في الحكومة. مع الحكومة. جميل. 5 سنين هذه كان عندي 22 مشروع، بس كلهم صغار، لكن كله كان مشاريع أمنية. يعني صار عندي توسع في الرؤية كبير جدا. جميل. يعني بعد 5 سنين واحد عمل غلطة بسيطة، أنه شغلي
عرضوا لواحد ثاني عشان يديه هو يواصل فيه من غير ما يستشيرني انا. اه ففي المهنه نحن ما عندنا حد يسوي كده، في كندا ما تسوي كده، شغل مهندس ما تديه لمهندس ثاني من غير ما تستشير المهندس الاول. فقلت له انت سويت الخطا هذا، قلت له وانا بصراحه اساءه بالنسبه لي، ما اقدر اواصل معكم. فسمع واحد ثاني قال شوف انا ابغاك. تقابلنا، رحت مدينه ثانيه عملنا انترفيو، وقال لي اكتب لي رساله الشيء الفلاني، طبعتها بسرعه وشافها، قال لي يا اخي انا ابغاك اليوم، ابغاك. قلت له طيب اشوف المشروع. قال لي انا ادي لك تذكره تشوف انت واولادك. وده مشروع حكومي وده مشروع حكومي؟ كله حكومي، هو كله حكومي. جميل. المهم رحت من اونتاريو اللي كنت فيها لمده 5 سنين الاولى، 10 سنين مع الشركه الخاصه، قطاع خاص، 5 سنين مع الحكومه في اونتاريو. رحت ادمنتون اللي هو غرب، عمري ما رحت غرب، ما بعرفها شكلها ولا شيء عارف. المهم غرب كندا. وهذا مغامره مني، لانه اذا ما تغامر ما تتعلم وما تعرف شيء. شلت اولاد ورحت. هي المنطقه يسمونها الاكسيمو؟ لا الاسكيمو بالمناسبه اسم مسيء، هم ما يحبوا الاسم هذا. هم البيود يسموه هم انويت، منطقتهم اسمها نونوفوت وهم انويت، الشعب يسموه انويت ما نقول لهم اسكيمو. فانا لما رحت الويست، انا كنت في البرتا، كان عندي منطقتين مشروعين كبار لمده 5 سنين. مشروع واحد كان منجم ذهب بنقفله، ومشروع الثاني كان معسكر يعني للجيش الكندي والامريكي للترصد في القطب الشمالي من ضمن الحرب العالميه الثانيه. فالمعسكر يعني ما يحتاج له ثاني، فبرضه بنقفله. فقصص طويله، طرائف كثيره هناك. فالناس كانوا يستغربوا علي، يقول انت حسن شو رحت الشمال؟ قلت له ما رحت. وانت متاكد حتعرف تشتغل؟ ايوه. فرحت. يعني هم ما متخيلين واحد افريقي صغير اسود اول يجي الغرب وبعدين حيروح هناك. منطقه الشمال لو تعطينا بس نبذه عنها عشان المشاهد يعرف الفكره. طيب يعني انا اولادي ما حبيت اخذهم معي في القطب الشمالي، كانوا عايشين في ادمنتون في البرتا. انا شغلي كان اصلا بطير 2 في الاسبوع لمحل المشروع. نمشي من ادمنتون ليلو نايف، اسمها يلو نايف اللي هو سكين اصفر، اسم محلي هو. ومنه بنمشي بطيارات خاصه لموقع المشروع، زي ما تقول زي 220 كيلو شمال شرق يلو نايف. يعني انت دخلت هنا، دخلت في الاحياء المتجمده تامه. جميل. كم درجه تحت الصفر؟ والله احيانا تصل يعني 40 تحت الصفر، 50 تحت الصفر توصل. في المرحله هذه نحن مثلا حتى الهيدروليك الانابيب كلها تتجمد حتى في المعدات. احيانا تصل الى 70 درجه. 70 درجه توصل، في بسيط ما كثير لكن توصل. نعم. فنحن عندنا اثناء الليل حتى عندنا سيارات اسعاف شغاله 24 ساعه واقفه هي، لكن المحرك ما ينزل لانه لو وقف حيبرد. هذا عشان نسعف عمال. المناطق اللي نشتغل فيها شاسعه جدا. كان عندي، وانا مسؤول من المشروع هذا كله، كان عندي معسكر يأوي 100 نفر مجهز كامل تحت. ايوه. وعندي طباخ من احسن الطباخين، كان بامكانه يشتغل في فندق 5 نجوم، بس من النوع اللي ما يحب الازعاج والانوار وما الى ذلك، يحب الشمال، مرتاح. حتى في الاخير جاب زوجته هناك هي برضه طباخ، كان ينتج لنا يعني اكل ممتاز. كندي الاصل. فنحن لما نسافر، يوم نسافر من يلو نايف الى مكان المشروع، دائما عندنا موظف سلامه، هو دائما بيوصيك، كل مره بيذكرك، فبيوصيك بيقول لك استعد لو حصل ان الطياره وقعت في الارض او في الماء، استعد تعيش 72 ساعه لانه ما نقدر ننقذك قبلها. يا لطيف. انت لو مت انت محظوظ. هذه التوصيه بتحصل لك، تخيل، 2 في الاسبوع. يا الله. وانا كل مره بسافر اوصي. توصي زوجتك وتودعها؟ ايوه، اودعها واوصي. ممكن ما ترجع ثاني؟ ممكن ما ارجع ثاني. فهكذا 5 سنة. يا الله. والملابس اللي احنا لابسينها مجهزه، فيها اشاره مربوطه عليك. هذه اشاره، هذه بس بترسل اشاره موقعك، لكن ما محدد. الله. ومعانا شبه بسكويت لكن تغذيه، دائما تكون موجوده في الجاكيت ومربوطه هنا، لانه لو حطيتها جوا يمكن يدك مشلوله ما حتعرف تاكل. نعم. تاكل كذا. فتاكلها. ايوه. والطيار ما عنده GPS، ما عنده اجهزه وما الى ذلك، يشغل بالخريطه.
فأحيانا لما يكون في ضباب عالي بنرجع، أو لما يكون في هبوب بنرجع الموقع. فأحيانا يقول لك أنا ما أشوف وين هي، ويوريك هو الموجود في الطيارة، يقول لك يا أخي لو هبطنا اضطراري أو طيارة وقعت وما إذا أحس، يقول لك التلفون ساتلايت في ظهر الطيارة وشنطة الإسعاف هنا، وعندك كم قزازة موية لكن حتتجمد منك بسرعة، يوريك أنه طيب نساعد بعض. في حياتك كلها كم مشروع نفذت سعادة المهندس؟ في حياتي المشاريع الصغيرة ما لها عدد، المشاريع الكبيرة نفذتها منجم الذهب هذا 5 سنة، ومعاه في نفس الوقت المعسكر حقت الجيش 5 سنة. هذا كلهم طرائف، الطرائف فيها كثيرة، هي فيها فقط ليس هندسة، فيها إدارة مشاريع، وبعدين تخصصت أنا في إدارة المشاريع بعد كبرت فيها. لكن التعامل مع الناس، التنفيذ ما يصير إلا إذا أنت تعرف كيف تتعامل مع الناس. فأنا صرت أتعامل مع أولاد البلد اللي هم المواطنين الأصليين، يسمى عليهم هنود حمر، برضو اسم خاطئ. في نونوفوت الشمال الشرقي يسمى نونوفوت، والشمال الغربي هو النورث ويست تيريتوريز. هذول نقول عليهم مواطنين أصليين، ما نقول عليهم الهنود الحمر ولا نقول عليهم اسكيمو. طيب كم فترة العمل الجاد؟ فارجع لك هذا المشروع، هذه جادة، كل هذه جادة. سنة يعني 35 سنة اعتقد في العمل، ولا كم سنة؟ من سنة 97 اعتقد، لا ايوه من سنة 97 جاد. هذه جاد هندسة كلها. نعم هندسة كلها عمل جاد. من هندسة في العمل في الموقع الحين يعني تقريبا من سنة 2006 والله، يعني في حدود 25 سنة كلها حياة عملية. قول من 2001 من ما حادثة نيويورك 9/11 هذه، من نفس الفترة هذه منها جميل. حتى اليوم أنا في إدارة مشاريع، شغل كل إدارة مشاريع جميل. وهذه مشاريع كبيرة. من سنة 2006 ما اشتغلت في مشروع أقل من 100 مليون. هذه مشاريع ضخمة. ما اشتغل أقل من 100 مليون. ما اشتغلت أبدا، ما اشتغلت أقل. معناته تجاوزت المليارات المشاريع اللي أنت تعملها. ضخمة أيوة. وأنت كنت مشرف عليها. أنا كنت مشرف عليها 100%. هذا المشروع تعود إلى إريتريا وتبنيها إن شاء الله. يا ريت ربنا يدينا العمر. تعود إلى إريتريا وتبنيها كل شرق أفريقيا هذه كلها تتبني إن شاء الله. بإذن الله تبنيها إن شاء الله. فالمشاريع هذه حتى أنا كنت من ضمن الناس اللي تبني طريق الجليد إلى المشروع هذا. طريق الجليد هذا يبنى في الوقت البارد لما يكون الجو بارد أكثر، لأنه ما عندنا ممر، ما في طرق، ما في كبار، ما في شيء. من يلو نايف 220 ميل المشروع في أرض لا حد، يعني صحراء. يا الله. فنمر عليها معداتنا هذا كله تمشي بأرض الجليد. فيسألوني يقول لي أنت جيت من أفريقيا كيف تبني هذا؟ ما أبني أنا طبعا، بس أنا شغلي الهندسة واعتماد المشاريع عفوا ومتابعة. سلامات. في 5 سنين هذا كان أحسن طريق اتبنى. حز هو إيش هو والله أعلم، لكن هم توفيق من الله سبحانه وتعالى. قبل كانوا يشتغلوا فيه، يعني هم كانوا حتى المنجم لما كان شغال الطريق هذا كان يتعامل فيه. بس ما تنسى نبنيه من شهر 12 لحتى شهر 3 ونستخدمه الأسبوعين فقط. كيف تبني طريق الجليد؟ الجليد لازم يتدك وترش عليه مويه وتدكه ثاني وتظبط. ولو طلعت من الطريق هذا، هذه سيارات ضخمه، شاحنات ضخمه تمشي عليه، الشاحنه لو طلعت من الطريق هذا تغرق لانه الجليد اتكسر. طبعا في يعني احنا قاعدين نختصر مشاهدينا الكرام، مرت بسعادة المهندس مواقف خطيره جدا وعقبات متعبه اثناء العمل، وهذه مناطق كلها خطيره، منهم من مات، من قطعت يده ورجله، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ يعني مهندسنا الغالي المهندس محمد جمع. طيب نحن في هذه نهايه الحلقه، يعني وصيه توصي بها الشباب ما هي؟ والله سبحان الله كثيره، يعني انا وصلت في عمر ممكن اوصي، ويعني عملت خبرات ممكن اوصي، يسمح لي لانه كلهم يعني في قدري وفي يمكن في نفس عمري. لو حوصي وسيتي انه ما تغلط من رحمه الله. عليك فقط بالجهد، الباقي على الخالق. يا سلام. الخواجات بيقولوا مثلا واحد يجلس ويدعي انه يكسب اللوتري ويضحكوا عليه، يقول لك يا اخي طيب عشان تكسب اللوتري يا اخي اشتري تذكره، هذه بيد جهد. والناس تستنى الحظ. اذا انت لاعب كوره مثلا، انت تبذل اللعب وتتدرب وما الى ذلك، وبعدين ترمي الكوره، تدخل ما تدخل يمكن تقول عليه حظ، بس انت لازم تقطع مرحله. انا زي ما ذكرت من الاول في المدرسه في الثانويه
ما كان عندي أي يعني هدف وين ورايح، أكمل الشيء اللي في يدي هذا بأحسن وجه ممكن، والباقي على الخالق. هي كلها مراحل، هي كلها مراحل، ما تقل من رحمة الله أبدا. شوف، ما تستنى لعمر معين، ما تستنى عشان تروح مكان معين، ما تستنى إلى الشيء الفلاني يحصل. ابدأ وقتها بأي شيء ممكن. حتى التعليم الجامعات يمكن أنت ظروف ما يمكن ما يا أخي تعليم موجود بالهبل بشتى الأنواع. روح حواليك تشوف، تتعلم مهنة بأي شكل، ما ضروري تكون جامعات وكليات وما إلى ذلك. إذا ربنا أعطاك الفرصة ولقيت فرصة ودخلت جامعة، ابحث العلم في أي شيء. أدي لك مثال، أنا لما جيت كندا بعد ما أخذت الجنسية واشتغلت، تعرف اتدربت تدريب قيادة السيارات. هذا اللي من هي للناس البسطاء اللي ما عنده أي خبرة. ليش أخذتها أنا؟ كنت عايز لي زي ما تقول شبكة ثانية، لو حصل لي شيء، لو ما قدرت أشتغل مهندس، لو حصل عندي شيء ثاني وما اشتغلت به ولا يوم واحد. كم شهادة عندي؟ عندي شهادات كثيرة ما أقول لك عليها مثلا. يا سلام. ليش؟ يا أخي أنا عندي الوقت وعندي الإمكانية أتجهز. يا سلام. يعني سبحان الله. فالعلم هو مفتاح. أنا زي ما قلت في بداية كلامي، ما عندي واسطة، ولا عندي شبكة أهل، ولا عندي شبكة أصحاب، ولا عندي أموال طائلة أعتمد عليها. أعتمد على نفسي وعلى الله، وأعتمد على نفسي بالعلم. هذا اللي أفادني. هل الكلام هذا كنت أقدر أقوله مثلا في الأول؟ أبدا. لكن بعد خبرتي هذا والعمر هذا طبعا أقدر أقول الكلام هذا. فبالتالي ما في مفر من التعليم. عندنا قليل جدا من الناس مثلا ما يصبروا على العلم، ما يصبروا على القراءة. يا أخي في 60,000 علم آخر. أعمل مهنة في حياتك. أكره عندي هو الواحد لما تقول له مثلا يفتش شغل، يجي لك تقول له إيش تشتغل، يقول لك أي حاجة. أكره رد عندي. وبالمناسبة أنا بوظف وبطرد ومسؤول من ناس كثير. الناس اللي أنا بوظفها تجيني بالشهادات، أصلا موضوع الشهادات هذا يعني مسلم، لأنه ما حيجيك إلا يكون عنده شهادة. أنا إيش أشوف فيه؟ أشوف فيها أن الإنسان هذا أقدر أثق فيه، عنده ثقة بنفسه، الإنسان هذا مؤهل للتدريب، لأنه حندربه بعد ما نوظفه برضه أنت لازم تكون جاهز نفسيا. أنا كان بإمكاني وقتها أعيش في السودان، ما عندي مشكلة. كان بإمكاني وقتها أعيش في السعودية، ما كان عندي مشكلة. كنت حتوقف على تعليم أبدا، عشان الأبواب وقتها ما كانت ظاهرة عندي. ربنا كان كاتب لي أروح كندا، ما كانت في بالي أبدا، ولا أهلي قالوا لي روح عليها. أمي ربنا يرحمها ويغفر لها، أمين. لما قالوا لها راح كندا اتخلعت. أنا بكرهها، اتخلعت مرة واحدة. قاعدة في كسلة مستنياني أنا أشتغل، بعد ما أتخرج أشتغل في السعودية وأجيب لها الأموال وتشوفني مرتاح. لما رحت كندا واتخلعت مرضت. الله. والله العظيم استلفت $2000، قطعت تذكرة ومشيت كسلة عشان أثبت لها أنه حتى من كندا المرء ممكن يرجع. وبرضه ما كانت مقتنعة، لكن ارتاحت شوي الحمد لله. وأذكر لها الكلام هذا. جزاك الله خير. أنا يعني من الأشياء اللي أخفقت في حياتي أنه ما جلسنا مع والدينا على مر الزمن، لكن كله مستحيل، كله ما يصير مع بعض. الحمد لله رب العالمين اللي أنا وصلت فيه، ما أقدر أقول لك أنا يعني أنجزت كل شيء، لكن الحمد لله رب العالمين وصلت مرحلة في الوقت هذا هدفي الأساسي هو تعليم ونصيحة الشباب بأي وسيلة ممكن. يعني أنا الآن أعمل في تأهيل موظفين الدولة، يعني في المسجد تأهيل شبابنا عشان يكونوا قواد. يعني القيادة ما هو بكم أنجزت في حياتك وكم جمعت من أموال ومن جاه، وإنما كم من الصعوبات اتغلبت عليها وصعوبات كثيرة سبحان الله. حتى ظروف بسيطة واجهتك في بيتك وما إلى ذلك، أنت لازم تكون عندك هدف وتتبع هدفك هذا بكل ما أوتيت من قوة. طبعا وصية والدك ما ننساها، ما ننساها أبدا أبدا، ما أبدا. وهذه وصية أنا وصيتها لكذا واحد حتى لعيالي. ما تركت الصلاة قط. ما تترك الصلاة. ما كنت أفهم وقتها معناه إيش، لكن إذا صلحت الصلاة صلحت الأمور كلها. يا سلام. ما كنت أفهم الكلام هذا في الأول، لكن هذا فعلا ما تترك صلاتك، لأنه أنت عشان تصلح تكون طاهر وما إلى ذلك. شوف اللي يترتب على صلوات، وما تتوقف عن التعليم مهما كلف الأمر. يا أخي الدين وسانة. نعم. من المهد إلى اللحد. صحيح. سبحان الله. يعني هي جمعها في وصيتين. نعم. لكن كانت كبيرة. أبويا كان بسيط، الله يجزيه خير، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة من رسول الله، ربنا يرحمهم كلهم.
الحقيقة كان اللقاء معك ماتع، وكانت هناك أسئلة كثيرة يعني نريد أن نطرحها عليك، لكن الوقت انتهى. الرسالة على كل حال إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يعني وضحت من خلال السيرة العطرة والهمم الكبيرة والعزم العظيم الذي رأيناه من المهندس محمد جمع أري، الذي أصبح الآن من كبار المهندسين في كندا، وتعتمد عليه الحكومة الكندية في مشاريع ضخمة كبيرة تعد بالمليارات. هذا فخر لنا كمسلمين أولا وكإريتريين، وثانيا أن يكون عندنا قامات، وغدا سنعود إلى بلادنا ونبني بهؤلاء. هكذا نحن نفرح، وهكذا حقيقة نحث شبابنا. وأنتم سمعتم وصية والده، وحقيقة والد محمد جمع هو الذي تخرج، هو الذي علم، لأنه وصاه جزاه الله خيرا بوصية عظيمة قال له الصلاة، وهي وصية النبي عليه السلام قبل وفاته، ويقول لنا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الشباب، أين أنتم من الصلاة؟ أين أنتم من الصلاة وأنتم في صحة وعافية تنامون عن صلاة الفجر أو تصلون في بيوتكم؟ وكثير من الشباب لا يصلون، وتريدون أن تكونوا قامات. هيهات هيهات، لا يمكن الشاب أن يكون قامة ويكون قائد وهو لا يصلي. وبالمناسبة سعادة مهندسنا الغالي لم يشرب الكحول قط، بل لم يشرب الدخان، حتى السيجارة التي بعض الشباب يرونها حلال لم يشربها. حقيقة لا نريد أن نخوض في هذا المجال. هناك الإنسان الجاد لا يقع في القاذورات أبدا، الإنسان الجاد لا يقع في القاذورات، همم عالية وقمم حقيقة. لذلك هؤلاء ينتجون، ترفع القبعة لهم احتراما وتقديرا، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم فيما بقي من أعمارهم وأعمارنا لكل خير. مشاهدي الأكارم، الحلقة ممتعة والزمن انتهى. إن شاء الله ننتظر ضيفا آخر وقامة من القامات. يعني إن استطعنا أن ندعو ونعزم البروفيسور صلاح أسناي لزيارة قناتنا المباركة، وكذلك البروفيسور أو الدكتور مسجن أبرهة أيضا نحن ندعوه من قناة السلام لزيارتنا ولإعطائنا حقيقة. نفخر حتى أخطأنا من كثرة الفرح في طباع. نفخر بهؤلاء القامات حقيقة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قادتنا وأساتذتنا لكل خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن أنسى فلا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة المهندس محمد جمع، ونرى إن شاء الله أعمال جديدة وأفكار جديدة، وأيضا استشارات لشعبنا الإريتري، فهو كم محتاج جدا. ونتقدم بالشكر الجزيل لوالديك إن كان هما أحيين، نسأل الله أن يحفظهما، وإن كان قد ميتين قد مات، نسأل الله أن يغفر لهما ويعفو عنهما، ولذلك والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. كما نشكر أيضا الذين من وراء الستار من المخرج والمهندسين جزاهم الله خير، فقد أطلنا عليهم في هذه الحلقة. شكر موصول لهم أيضا، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.